شكرا جزيلا. بسم الآب والابن والروح القدس الاحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده الحد الخامس من الصوم الكبير، وانطلب مني اتكلم على موضوع اهميه الخلوه الروحيه. طبعا الخلوه الروحيه ده موضوع كبير خالص، في مقدمه مفهوم الخلوه واهميه الخلوه محتويات الخلوه، دور الروح القدس في الخلوه، اقتراحات عمليه لممارستها، الخلوه في حياه الرب يسوع، انواع الصلاه، مشكلات الصلاه والتغلب عليها. موضوع كبير، احنا بس على قد المتاح لينا هنقول بس الاول الجزء المقدمه ومفهوم الخلوه واهميه الخلوه. يعني ايه خلوه روحيه؟ او ليه احنا مهتمين نتكلم في الموضوع ده واحنا صغيرين؟ يعني لسه خالد بيفتكر ان هو زمان صغير كانوا بيعلمونا ازاي نعمل خلوه روحيه. يقول الكتاب مرقس 1:35: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. إذن علشان أعمل خلوة روحية وأستفيد منها استفادة صحيحة لازم يكون في ميعاد ثابت للخلوة، الصبح باكرا جدا على حسب الكتاب يعني. وذهب إلى موضع خلاء لوحده وكان يصلي هناك. علشان الخلوة الروحية بتاعتي تكون ناجحة لازم يكون ليها بعض الشروط. لازم أفضي ذهني، أفضي أفكاري من الاقتصاد والبنوك والفلوس، أقفل تليفوناتي، السوشيال ميديا، أقفل كل ده وأقفل أوضتي جوه نفسي وابتدي أختلي بالرب يسوع لكي ما أشبع منه. سيد المسيح أوصى تلاميذه قال لهم كده: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. متى 26:41. إذن الغلبة في التجربة بالصلاة والصبر. قال لهم كده فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. في لحظة القبض على يسوع التجربة الشديدة اللي جت أكتر على الرب يسوع طبعا، وجت على التلاميذ. مين اللي انتصر في التجربة؟ ومين اللي وقع؟ التلاميذ كلهم كانوا نيام. وكأن ربنا بيدينا جرس انذار: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. سيد المسيح سهر وصلى يمكن 3 مرات وانتصر في التجربة الشديدة دي، لكن التلاميذ للأسف اللي أنكر واللي خان واللي جري عريان وترك إزاره. لوقا 18 إصحاح الصلاة كده قال لهم إيه؟ وقال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وابتدى يشرح المثل: كل حين ولا يمل. احنا بنحضر القداس بنزهق لو ابونا طول في القداس شويه، نيجي على الانجيل يا دوبك عشان نلحق نتناول، لكن يجي من بدري ما هو ده مش شبعان بربنا، مفيش علاقه، مفيش عشره بينه وبين ربنا علشان يتلذذ بالصلاه. يقول لك: تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. تمام؟ ايه هو المثل بقى؟ حد يفتكر لو 18 وأعطى لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وابتدى يشرح المثل. مين شرح الكتاب؟ أشكرك. قاضي الزوج يقول لك كده: امرأة فقيرة كانت تأتي إلي كل يوم: انصفني من خصمي، انصفني من خصمي. وهو يقول لك كده: كان لا يهب الله ولا يخاف إنسان. ظالم. وفي الآخر لما زهقت قال أنصفها من خصمها لكي ما تأتي إلي كل يوم وتزعجني. يعني أشيل دماغي يعني. سيد المسيح بيعلق بقى يقول لك: إذا كان قاضي الظلم بيعمل كده، فما بال أبوكم الذي في السماوات أفلا يستجيب لأولاده الصارخين إليه نهارا وليلا. الصلاة تعمل شغل. بولس الرسول فيليب 4:6 يقول لك: لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. هي الصلاة مهمة أوي كده. وفي أفسس 6:18 يقول لك: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين.
رجال الله في الكتاب المقدس كلهم كانوا رجال صلاة. تيجي تدور كده في الإنجيل وتشوف كل نعم، ده ليه قصة كبيرة هنقولها، ما تعرفوش على الزواج. صلوات عميقة. رد فعل الكنيسة الأولى في أعمال الرسل لما كانوا يلاقوا تهديد، يتهددوا هنموتكم، هنذبحكم، هنقتلكم، يقول لك كده: فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماوات والأرض والبحر وكل ما فيه. أعمال 4:24. أحد الأسباب الرئيسية لضعف حياتي الروحية وفشل خدمتي يرجع إلى إهمال حياة الصلاة والشكر مع ربنا. يجي يشتكي في الأوقات اللي أنا عندي خروج، أنا بصلي ومش حاسس بالصلاة، مش بيحصل. أنا يمكن بصلي مزامير ومنتظم عليها، باخد بنط. عارفين إن النقطة الروحية دي على قد ما ليها فوائد ليها مساوئ. اهتمامي الأول إن أملى النقطة الروحية عشان أكون آخر الشهر أنا صليت صلاة النوم للآخر. طب أنت صليتها بجد بذهن نقي ومستنير؟ شبعت بيها؟ ولا صلاة شاطرة إن كانت موجودة أصلا ولا مفيش؟ الشيطان بيهاجم ويحارب الركب الساجدة. يا أخي الحبيب، حارب عشان خلوتك كل يوم في ميعاد منتظم. حد من الآباء كنا بناخد خلوة وقتها في أحد الأديرة لما كنا شباب صغيرين، واحد من الآباء الرهبان يقول لك إيه؟ يشتكوا لي الشباب من الأرق وعدم النوم. أنصح أقول له: افتح الكتاب المقدس واقعد اقرا فيه. يجي لك الشيطان يكحل عينيك كده بكحل النوم من أول 10 دقايق. ليه؟ لأنه بيحارب الإنجيل، مش عايزك تسمع بكلمة ربنا. بيحارب الركب السجدة لأنه عارف لما تقف تصلي بجد الشيطان هتنقطع كل القيود اللي بيحاول يربطها ويلفها حواليك سنين طويلة، لأنه فتان حبال. واخدين بالكم؟ هو ده الشيطان. لكن أنا بقى لما أصلي وأشبع بربنا وأفتح الكتاب المقدس الشيطان يهرب. إذن يا إخوتي الأحباء، الخلوة هي صلاة زي الكتاب المقدس في مكان هادي بلا تشويش. تعريف الخلوة، في 3 تعريفات مختلفة للخلوة قريبين من بعض أو بيكملوا بعض عشان نفصص الكلام ونشوف الخلوة. هي مهمة الخلوة اللي احنا نعملها؟ مهمة؟ ليه؟ ليه قبل ما نخش في التعريفات ونخش في الكلام؟ التركيز. نعم حبيبي. التركيز. الخلوة مهمة عشان التركيز. علشان ايه؟ الخلوة هصلي يبقى ليه علاقة مع ربنا. علاقة مع ربنا. اشكرك. تمام. يعني انا لو ما عملتش خلوة مش هيكون في علاقة مع ربنا من اجل التواصل. واحد بيحب واحدة خطيبته فبيكلموا بعض 15 مرة في اليوم مثلا، وهيبقى أثرت معاه ولا أثر معاه. أما يتجوزوا كل واحد في شغله وزهقوا، الحب اللي بينهم ده بقى فاتر، مش كده؟ مفيش علاقة، مفيش تواصل. فممكن المشاكل تحصل أو ممكن يبعدوا عن بعض. فهي الخلوة بتساعدني إن أتواصل مع ربنا، يكون في تواصل دائم، يكون في حرارة روحية، يكون في شبع روحي، مش ده اللي انتوا عايزين تقولوه؟ يكون في نمو روحي، صح؟ ايه تاني؟ انفصال عن العالم. يفحص داخل. برافو، شكرا يا ناهد. الحلال من الفل، مفهوم الخلوة مجرد. تمام. يبقى إذا الخلوة ليها عناصر، مش كده؟ فيها عناصر بحث الذات، بكشف ذاتي، بعرف نفسي، بفحص ذاتي علشان أعرف أتوب عنها، عن أخطائها يعني. فيها قراية الكتاب المقدس، بس مش قراية إنجاز أخلص سفر في ساعة ونص مثلا. لا، ده أنا ممكن أقرأ نص إصحاح أو 10 آيات وأتأمل فيها نص يوم عادي جدا، لأني بتلذذ بكلام ربنا. مش الترنيمة بتقول عامل زي المدح اللي بيجيب في الأغنية. واخدين بالكم؟ هو ده كلام ربنا. بدي وقت للروح القدس اللي جوايا إنه ينور لي وينور ذهني لآيات الكتاب المقدس عشان تتفتح أمامي مفاهيم مختلفة أنا ممكن تكون غايبة عليا من قبل كده. الخلوة هي تحول النفس إلى الله ودخول الذهن
والقلب عن كل ما يدور حولها حتى من ذات نفسها إلى الله، عن ما يرى إلى ما لا يرى. الروحيات إليك يا رب أرفع نفسي، مزمور 25:1. في آية حلوة قوي صموئيل أول 1:15 عن حنة، يقول لك لما علي الكاهن ابتدى ينتهرها، يعني فاكرها سكرانة أو كده، فأجابت حنة: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. يعني تعبير قوي، أسكب نفسي سكيبا أمام الرب. كم مرة واحد سكب نفسه فينا بقى، كم مرة وقفت أصلي وأنا بأسكب نفسي أمام الرب؟ جربت تشبع بربنا وتسكب نفسك أمامه فعلا؟ ولا واقف بصلي في القداس وعمال أبص على الناس ومش مئز كده، ودين فلانة ودين علان ومش عاجبني حاجة وصوت المايكات ما ماتش، واقف غصب عني، واقف كده مألف، آسف يعني في اللفظ. حبيبي اسمع صوت ربنا، اشبع بيه، اسكب نفسك سكيبا أمام الرب، قل له يا رب. هو ده معنى الخلوة، هو العشرة، العلاقة الروحية اللي بينك وبين ربنا. واخدين بالكم؟ حن عمل كده. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. مزمور 121:1. إذن أول تعريف للخلوة هو تحول النفس إلى الله. أنا هسأل، ركز. ثاني تعريف طلب وجه الله، تعبير آخر للخلوة. لك قال قلبي قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. مزمور 27. أنت يا رب قلت أطلب وجهي، طب أنا بطلب وجهك. في آية حلوة خالص في أشعياء تقول لك إيه؟ أشعياء 55:6: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. إذا وأنا واقف بصلي بأطلب ربنا نفسه، بأطلب وجه الله نفسه. ربنا موجود، اطلبه، ادعيه، قريب منك. لكن أنا مشكلتي مش كده. أنا مشكلتي إني بطلب من ربنا لستة طلبات. أنا داخل خلوة هقف أصلي، داخل قداس هقف أصلي، داخل هكلم ربنا معايا لستة طلبات. يا رب نجح العيال، بارك في الشغل، بارك في الذهب، بقى هات لنا يخت، حسن لنا ظروف المعيشة، كتر لنا مش عارف ايه. طلبات مش عيب انك تطلب، بس انت بتطلب ربنا نفسه. جربت مرة تصلي تقول لي يا رب انا عايزك انت، عايز اشبع بيك انت؟ ابوكم السماوي يعلم ان هذه كلها تحتاجونها تزاد ده. ولكن ربنا نفسه يسمع منك انك تطلبه هو عشان يشبعك بيه هو. طلب وجه الله هو ده المعنى الحقيقي للخلوة. تحول النفس الى الله، طلب وجه الله، والتعبير بقى اللي كلنا عارفينه: لقاء خاص شخصي على انفراد بالرب. واما انت فمتى صليت فادخل بيت مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. متى 6:9. اغلق بابك، مش باب الاوضه وبس، لا، باب القلب، باب الذهن، باب النظرات، باب السوشيال ميديا والتليفون والمكالمات والشغل، باب الطلبات اللي كل يوم. اقعد مع نفسك شويه، اغلق بابك وابتدي صلي بقى ربنا. هزهق يا ابونا ده 5 دقايق ويقعدوا بالعافيه، ما انت اصبر بس على الدقايق الاولانيه دي. ما هي الدقايق الاولانيه دي اللي الشيطان يقعد يحاربك فيها عشان تطلع من المود ده وتطلع من جو الصلاه، عشان يعرف يحاربك براحته. لكن لما تصبر وتجاهد ربنا بقى يبتدي يديك الشبع الروحي، ويبتدي يديك من فيض نعمته، ويبتدي يفيد عليك بامتلاء الروح القدس. آية كمان قريبة منها جميلة خالص، أشعياء 26:20: هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك واختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. أستأذنكم التليفونات لو نقفلها نركز بس نص ساعة عشان نستفيد، وبعد كده براحتكم يعني بعد إذنكم. تاني الآية دي جميلة خالص: هلما يا شعبي ادخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك واختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. لقاء شخصي، اقفل على نفسك. صرف الجموع وصعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده.
متى 14:23. وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم من تقول الجموع إني أنا. لوقا 9:8. شوفوا معظم الآيات اللي مجمعينها دي انفراد، كان يصلي وحده، اغلق بابك، ادخل مخدعك. في ناس بتتفنن ان هي ما تقعدش مع نفسها، لازم يقعد مع حد، لازم يحكي مع حد، لازم يتصل يكلم حد، ما يقعدش مع نفسه ابدا. ليه؟ اصل لو قعد مع نفسه هيبتدي يراجع حساباته، هيبتدي يشوف نفسه هو ماشي ازاي وجاي منين والدنيا ماشيه ازاي، والشيطان مش عايز كده. بس خلي بالكم ان الصلاه مش فرض. انا قلتها في الاول من شويه، فروض بعمل نقطه روحيه ان انا بصلي خلاص قدمت واجب، ولو قعدت يومين 3 ما صليتش مثلا قانوني الروحي، ولا ما صليتش قداس اسبوعين 3، برجع لربنا انا مكسوف، انا اسف يا رب، انا اسف يا رب، مش عارف يا محمد بقالي فتره ما صليتكش، عارف انك زعلان مني. لا، هو ربنا مش زعلان منك، ربنا عايز يقول لك انت وحشتني، انت فين؟ انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك، تايه ونسيني. يقول لك كده في نشيد 2:14 يا حمامتي في محاجئ الصخر وستر المعاقل أريني وجهك وأسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. ده ربنا لي أنا في محاجئ الصخر وستر المعاقل، يعني في الظروف الكاحلة، في أسود لحظات حياتك، تعالى كده إلي وريني وجهك الحلو. ربنا بيقول لك وجهك جميل وصوتك حلو لأذني، تعالى وريني وجهك وسمعني صوتك في أصعب لحظاتك. يبقى إذن دي 3 تعريف مختلفة أو بتقرب المعنى لتعريف الخلوة. 1 تحول النفس إلى الله، 2 طلب وجه الله، 3 لقاء خاص شخصي بيني وبين الرب. دي مفاهيم مختلفة أو بتقرب المعنى لمعنى الخلوة. تاني حاجة أهمية الخلوة. هو أنا المفروض أخلص الساعة كام؟ مين مسؤول؟ 8:30. تمام. ايه؟ تمام. ما هم الناس بتزهق، بتفصل دماغ خلاص. أهمية الخلوة. احنا ممكن نعيش مع ربنا ونتبعه، وكل علاقة حية بيني وبين أي طرف آخر لابد أن تتم بالتواصل المستمر، ومن هنا تكمن أهمية الخلوة الروحية. لازم يكون في تواصل مستمر بيني وبين ربنا. المزمور اللي بنصليه على طول في صلاة باكر، مزمور 63، يقول لك كده: يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت نفسي إليك يا الله، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. من امبارح يا رب طول الليل ما شفتكش، ما كلمتكش، أصحى الصبح بدري كده أغسل وشي أقول له: يا الله إلهي إليك أبكر، أنا نائمة يا رب وقلبي مستيقظ قلبي يا رب في تلاوة مزاميرك، مستيقظ قلبي في ذكرك طول النهار والليل. الخلوة الشخصية يا إخوتي الأحباء هي وسيلة لكي أهمية الخلوة، وسيلة لكي إيه؟ وسيلة لكي أعرف، وسيلة لكي أدرك، وسيلة لكي أتغير، وسيلة لكي أغير منهم حولي والعالم. إيه بقى دول؟ ناخدهم كده واحدة واحدة بسرعة. الخلوة الشخصية وسيلة لكي أعرف إيه؟ أعرف أشياء عن الرب وأعرف أشياء عن نفسي. لما أقعد في خلوة روحية وأقفل على نفسي وابتدي أراجع حساباتي وأصلي وأقول ترنيمة زي ما احنا قلنا كده في مزمور 102 يقول لك كده: ادخلوا حضرته بترنم. دي آية، يعني لما تخش في محضر ربنا رنم. ايه طريقة الترنيم؟ اللي انت تعرفه، اللي انت تتعزى بيه. واحد بيتعزى بالألحان، واحد يتعزى بالترانيم، واحد يتعزى بالموسيقى الحزين والألحان الحزين. شوف انت بتتعزى بايه وادخل حضرة الرب بترنم. ادخلوا حضرته بترنم. ابتدي كده هيئ نفسك لمود الصلاة ومود قراية الكتاب المقدس بترنم. تمام؟ عشان أعرف إيه بقى؟ أعرف أشياء عن الله.
من هو الله؟ طريقته وطرقه وإرادته. إنما لما أخش الخلوة وأنا مش عارف أنا عايز إيه، هلاقي نفسي تايه. عارفين مين عمل كده؟ كتاب المقدس نيقوديموس قال له إيه؟ قال له نعلم أنك أتيت من الله معلما. طيب عايز إيه بقى؟ جاي له تقول له إيه يعني؟ عايز إيه؟ ربنا قال له تعالى أنا أقول لك أنت عايز إيه. من لا يولد من فوق لا يستطيع أن يدخل ملكوت السماء. تدي الراجل اتبرجل يعني تخش بطن أمي تاني وأنا عجوز وشيخ. ابتدى ربنا يفهمه أفكر إيه. إذا عشان تخش الخلوة بينك وبين ربنا وتفتح كتابك وتصلي لازم تعرف أنت عايز إيه من الخلوة دي. أنا عايز إيه؟ محتاج إني أعرف ربنا وأعرف نفسي. تعرف إيه عن ربنا؟ مين هو ربنا؟ تعرف طرق ربنا إيه هي؟ تعرف إرادة ربنا في حياتي إيه هي؟ من هو الرب؟ هو الرب المحب الرحيم الحكيم البار القدوس. بصوا كده الآيات الحلوة دي. أرمية 31:3 تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. ربنا بينادي أرمية يقول له يا أرمية من بعيد. ربنا كده شفته. إيه يا رب؟ محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة الرب، الرب المحب الجميل. واخدين بالكم؟ لما أعرف أن ربنا محب كده من بعيد يظهر لي ويقول لي إن أنا بحبك مش أي محبة أبدية واديت لك الرحمة، هحبه وهفرح بيه. مش كده؟ رمية 5:8 ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه تشاطرينه مات المسيح لأجلنا. يا ده هو مش محبة أبدية وبس، لا. نعم فداء. لا ده وانا خاطي ووحش وما استاهلش ان ربنا ان الناس حتى تبص لي بخطيتي، الله بين محبته لنا ان هو ايه؟ مات المسيح لاجلنا. اذا في الخلوه بعرف ان ربنا محب، بعرف رحمته. يقول لك كده لان رحمتك افضل من الحياه شفتي تسبحانك. مزمور 13:3 لان رحمتك افضل من الحياه. يعني ايه الحياه؟ العيشه اللي انا عايشها والعمر بتاعي وبتاعك وبتاعك، العمر ده كله رحمه ربنا افضل من الحياه اللي احنا عايشينها. يبقى رحمه عامله ازاي؟ هو ده الرب الرحوم، تعرفه في الخلوه قداسته وهذا نادى ذاك قائلا قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض. اشعياء 6:3. داود النبي اخر لما سمع كده عن ربنا الكلام الحلو قال له ايه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في ديار الرب لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا داود الملك النبي العظيم اللي عنده زوجات وأولاد وتخوم وملك، كل ده أنا مش عايز غير طلبة واحدة بس يا رب، أسكن في بيتك كل أيام حياتي. ليه؟ لأن أنا عرفتك يا رب أنت مين. أنت إله محب، أنت رحوم، رحمتك أفضل من الحياة، صح؟ أنت صالح وقدوس. إذا في الخلوة بعرف مين هو ربنا. تاني حاجة بعرف طرقه. بصوا كده، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، يعلم الودعاء طرقه. مزمور 25 آية 4 وآية 9. طرقك يا رب، مزمور بيطلب عرفني يا رب طرقك عامله ازاي. يقول لك انا محدد لنا طريق الخلاص، نصلي في القداس طرق الخلاص. عرفني يا رب الطرق بتاعتك عشان امشي فيها. مزمور 103:7 يقول لك عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. مين هو ده؟ ربنا. اصل موسى قال ربنا عرفني يا رب طريقك، عرفني. فربنا عرف موسى الطرق بتاعته. بص يا موسى انا بمشي كده وبروح كده وباجي كده، ولكن احنا مشكلتنا بنعمل زي بني اسرائيل، احنا مش عايزين من الرب طرقه. ليه؟ لانه ما اضيق الباب
وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة قليلون هم الذين يجدونه. متى 7:13. إحنا عايزين نشوف أفعاله، عايزين نعرف ربنا من خلال معجزاته. ورينا آية. إحنا كده صدقوني، إحنا زينا زي هيرودس لما قال له وريني آية كده، وريني آية. إحنا عايزين نعرف ربنا في معجزاته. اعملي معجزة، اشفيني، باركني، كترني، انما عرفني طريقة امشي فيه. لا ده ضيق وحش، كرب مش عايزه. من خلال الخلوة تعرف طرق ربنا ازاي عشان تمشي فيها صح. ثالث حاجة أعرف إرادته. إرادة ربنا في حياتي إيه من خلال الخلوة؟ ربنا لما يحب يشجعني هيشجعني بالإنجيل. إشعياء 58 يقول لك كده إيه لما تيجي تصوم؟ ده شروط الصوم المقبول. ده إشعياء 58 إيه؟ إشعياء 58 لا ده جمع 11. لا ده أنا هزعل كده، ده احنا في الصوم. إشعياء 58 لا هو بيتكلم عن الصوم، شروط الصوم المقبول. طب نخش فيه بقى طالما ايه. يقول لك كده نادي بصوت عالي لا تمسك، ارفع صوتك كبوك واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم. ايه يا رب؟ اياه يكتبون يوما فيوما. ربنا زعلان يقول اشعياء يقول هذا صوم مقبول اختاره؟ ده دي في الاخر بقى ان تكسر الجايزه دي حتى كده بقى يعني جت شويه. يقول لك كده يسرون بمعرفه طرقك كأم عملت برا ولم تترك قضاء الهها، يسالونني عن احكام البر، يسرون بالتقرب الى الله ولكن كل ده رياء. يقولون لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا انفسنا ولم تلاحظ. يقول لهم ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرا وبكل افعالكم او شغالكم تسخرون. يعني ايه؟ يعني انتم صايمين عمالين تتلذذوا بالخطايا وتوجدون مسرا وبكل اشغالكم تسخرون، عمالين منهمكين في الشغل وسايبين الروحانيات والصوم وسايبين الصلاه وسايبين الخلوه وسايبين التقرب الى الله. ها انكم من اجل الخصومه والنزاع تصومون. صايمين وانتم متخاصمين. امال ايه يا رب؟ عايزنا نصوم ازاي؟ يقول لك كده ايه؟ أمثل هذا الصوم اختاره يوم يزاد الإنسان فيه نفسه يحمي كالأسلة في رأسه. عارفين يعني ايه الأسلة؟ نخلة؟ لا هو عشب بيطلع جنب الشط، والعشب دوت بإيه؟ كل شوية الهواء بتوديه كده. فالإنسان يكون متواضع كده ونفسه بتنحني زي الأسلة. واخدين بالكم؟ أليس هذا صوم اختاره حل قيود الشر وفك عقد النيل وأطلاق المسحوقين أحرارا؟ متى نزعت عنك النير والإيماء بالإصبع وكلام الإثم. لو شلت من حياتك النير اللي هو الخطية، الإيماء بالإصبع، النير طبعا الثقة للخطية يعني. الإيماء بالإصبع يعني شاور كده بإصبعه بالكبرياء وتكبر، وكلام الإثم لساني مش نظيف، كذب وشتيمة ورياء ومية وتملق، كل ده لو شلته ساعتها يا ربنا يقول لك أنا أقبل صومك. حينئذ هنا تشجيع، أنا جايب الآية المضارعة. حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع وساقتك. شوف كلام التشجيع إزاي. ده نص الصوم عدى ما قرناش الإصحاح ده، واجب كل يوم ده الإصحاح ده يتقري لحد آخر الصوم 3 مرات في اليوم. هتخلصوا الصوم وانتوا حافظينه وشبعانين منه. تمام؟ حينئذ تدعو فيجيب، تستغيث فيقول ها أنا ذا. تقول يا رب، يقول لك أنا هنا أهو. ليه؟ عشان صمت صح بقى، صمت بطريقة صح بشروط صح ربنا عايزها. يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر ويقودك الرب. بصوا تعبيرات الآيات. ظلامك الدامس مثل الظهر يعني ايه؟ يعني انا ضلمه بالنسبه للناس الثانيه زي الظهر عندهم،
وينفجر مثل الصبح نورا. امال انا هبقى منور ازاي؟ بس عشان صمت صح وصليت صح واختليت بربنا صح. واخدين بالكم؟ يقودك ربي على الدوام، يشبع في هدوء نفسك، ينشط لك عظامك فتصير كجني أنتم ريان، كنبع مياه لا ينقطع مياه. صح دوت يتحفظ. اللي عايز ربنا يعني، اللي عايز يختلي بربنا، اقراه كل يوم 3 مرات لآخر الصوم، هتلاقي نفسك ربنا بيديك شبع روح. إرادة ربنا أنه ممكن يشجعني من الإنجيل من خلوه. إرادة ربنا أنه ممكن يديني وعد ينفجر مثل الصبح نور، ده وعد. إرادة ربنا أنه يديني دعوة. إرادة ربنا في حياتي أنه يوبخني على خطية، عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. خلي بالك، خلي بالك، توبيخ، بس خلي بالك، لازم تعرف ربنا الأول في محبته وقداسته ورحمته. لازم تعرف طرق ربنا الأول في حياتك، وبعد كده هتسمح أن ربنا يوريك إرادته في حياتك. تسمح لربنا أنه يوبخك من خلال الكتاب، يديك تشجيع، يديك وعد. هي دي إرادة ربنا في حياتك، توجيه، إرشاد. كل ده أنا بعرفه لما أقعد ربنا في الخلوة، مع ربنا في الخلوة. تمام؟ طيب، يبقى إذن في الخلوة بعرف عن ربنا، محبته وطرقه، مين هو ربنا وطرق ربنا، إرادة ربنا. بعرف عن نفسي إيه بقى؟ بعرف قيمتي عن ربنا. أنا مين؟ أنا إنسان عادي، باكل وبشرب وبنام وبصحى وبشتغل وهموت وهتنسي، وهيجي أولادي وأولاد أولادي يشيلوا اسمي. خلاص. هي دي قيمتك عند ربنا؟ لا. أنت ابنه الحبيب الذي به سررت. هو ده قيمتك عند ربنا. يقول لك كده: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. أنت شبه ربنا. لما تعرف قيمتك عند ربنا تستخسر نفسك في الخطية، تستخسر نفسك في الإدمان وفي السجاير وفي الحشيش، تستخسر نفسك في الشر والسوشيال ميديا والنظرات. أنا ابن ربنا، أنا شبهه. اعرف قيمتك، أنت مين. بولس الرسول يقول: ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأن الجميع واحد في المسيح. أعرف قيمتي، أعرف احتياجي، أنا محتاج إيه. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. له 4. احتياجي مش أكل وشرب ونوم وبس، احتياجي كل كلمة تخرج من فم الله. أما تقعد في الخلوة هتعرف احتياجك، هتلاقي نفسك ما أجمل يا أخي الحبيب، ما أجمل أنك تقعد في خلوة وانت صايم انقطاع جعان، عشان تدي فرصة لروحك تشبع، تدي فرصة الكتاب المقدس يتغلل. لما تقرأ في الإنجيل وتعمل خلوة وانت صايم ممكن تصوم أكتر، لأن أنا شبعت بكلام ربنا. هو اللي قال مش أنا: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بعرف قيمتي، بعرف احتياجي، بعرف ضعفي. داود يقول له كده: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، انظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. مزمور 139 23 و24. اختبرني يا رب، عرفني ضعفي عشان أتوب عنه، ساعدني يا رب أفحص ذاتي، إن كان في طريقا باطلا عرفني واهدني طريقا أبديا. لما بعرف ضعفي ببتدي أتوب عنه وابتدي أستفيد من الخلوة الروحية صح. بعرف قيمتي، بعرف احتياجي، أنا بعيدها عشان أحفظ. بعرف ضعفي، بعرف إمكانياتي ووزناتي. يعني ربنا يعرفك مواهبك من خلال الإنجيل والصلاة ويستخدمها صح لمجد اسمه القدوس. إزاي؟ لو أنت بتختلي بيه كل يوم، لو بتقرأ الكتاب كل يوم، هيعرفك، هيقول لك أنت مواهبك كذا واستخدمها في كذا. بولس الرسول يقول: أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع، وفي الآخر يقول لك: أكملت السعي. طيب، أهمية الخلوة الروحية وسيلة لكي أعرف. عرفنا أعرف إيه؟ خلاص أنا داخل الخلوة عشان أعرف مين هو ربنا، إيه هي طرق ربنا، إرادة ربنا في حياتي إيه، عشان أعرف قيمتي عند ربنا عاملة إزاي، أعرف احتياجي من ربنا إيه، أعرف ضعفاتي عشان أتوب عنها،
أعرف إمكانياتي وزناتي عشان أستخدمها لمجد اسمه. وبعد كده أدرك. يعني إيه أدرك؟ يعني ذهني يستنير، واللي أنا عرفته ده يكون حياة معاشة. يقول لك كده: مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته. أفسس 1:18. الفرق بين المعرفة والإدراك إن عيني تشوف اللي أنا عرفته. أنا عرفت الكلام ده كله، بعد ما عرفت أعمل بيه عينك تشوفه، يعيش، يجري في عروقك، تعيش بيه ويبقى حياة معاشة. أفسس 3:18-19 يقول لك أي حاجة خالص: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، لتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لتنمو إلى كل من الله. تدركوا طول الآية وعرضها وعمقها. أعيش الآية دي إزاي؟ إدراك، ذهن مستنير. تمام يا جماعة؟ طيب، بعد ما عرفت وبعد ما أدركت، المطلوب إن أنا أعمل إيه بقى؟ الطبيعي إني هتغير، مش كده؟ أتغير من صورتي لصورته، أتغير من إرادتي لإرادته. ساعتها سهل أقول يا رب لتكن ما إرادتي بل إرادتك. أنا داخل في خلوة النهارده عشان أصلي لربنا، علشان ربنا يديني نعمة إن أنا أشتغل في الشركة الفلانية. نفسي أشتغل فيها، بس دي مش إرادة ربنا. أنا هزعل يا رب، ما تكسفنيش، بس حبيبي إرادة ربنا إن مصلحتك مش هنا. لا، أنا عايز أشتغل، أنا عايز أتجوز بنتي الفلانية وهنتحر لما ما اتجوزتهاش، وهكذا. لينا طلبات خاصة وعلى مزاجنا عايزين ربنا يحققها لنا. لما أدخل في الخلوة الروحية بجد وابتدي أعرف ربنا وأعرف نفسي وابتدي أدرك الآيات اللي أنا قلتها دي وأعيش بيها، سهل قوي. يا رب لتكن ما إرادتي بل. عايزني يا رب أشتغل هنا؟ مش مهم. عايزني يا رب أتجوز هنا؟ مش مهم. عايزني يا رب أتكرس هنا؟ مش مهم. عايزني يا رب أعيش هنا؟ اللي أنت عايزه، أصل مش أنا ماشي بيك. واخدين بالكم؟ سهل أقول كده. أتغير من ضعفي لقوته. يقول لك: ونحن جميعا ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أفسس 3:18. نتغير إلى تلك الصورة عينها. وقديسين اتغيروا العالم. على سبيل المثال أنبا أنطونيوس أبو الرهبان، اللي أنا واحد من ولاده، دخل في خلوة مع ربنا على شاطئ نهر، عرف ربنا وأدرك الحياة الروحية كويس، وابتدى يشفع من ربنا وابتدى يتغير. ولما اتغير غير العالم كله. لما راح الصحراء وبقى أضرب من البرية. النقطة الرابعة: أن أغير العالم كله. الحق أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. أعظم منها يا رب حصل في سفر الأعمال. شوفوا المعجزات اللي عملها سيد المسيح. الرسل في أعمال الرسل عملوا أعظم منها. هو اللي قال كده. لما أنا هغير العالم اللي حوالينا، هغير البيت، هغير الولاد، عشان أنا اتغيرت. واخدين بالكم؟ كتير يشتكي: مراتي مش بتسمع كلامي يا ابوي، ولادي مجننيني، سن المراهقة طالعين عينيا معاهم. ما أصل في مشكلة في البيت، المسيح مش موجود. لو الأب خاضع لكلمة الله من خلال الخلوة تكون زوجته مطيعة له، ولو الأم خاضعة لكلمة الله ولزوجها يكون أولادها زي صباع في عينيها. إزاي يا رب؟ ده قانون. فلما تلاقي البيت متلخبط ومتوتر، ارجع لنفسك، اعرف وأدرك من خلال الخلوة وتغير عشان تعرف تغير بيتك. ولو قدرت ان اغير بيتي للأحسن وصورة المسيح الحقيقية، ويبقى بيتي مسبح لربنا، وأقول له يا رب ها أنا وبيتي أمامك يا رب نعبد الرب، ساعتها في خدمتي أعرف أغير الكنيسة، وأعرف أغير وفي الشغل أعرف أغير الناس. أبونا ميخائيل إبراهيم، عم إبراهيم أفندي، كان مغير الناس كلها بوداعته من غير وعظ، أصله شبعان في خلوة روحية دائمة. بولس الرسول كان إنسان وحش جدا، فريسي على مذهب عبادات الأضيق، ولكنه أخذ خلوة روحية لمدة 3 سنين في صحراء العربية. عمل فيها إيه؟ 3 سنين خلوة.
هو وربنا والصحابة. مسك الكتاب التوراة وقعد يقرأ فيها بذهن مستنير عيون أذهانكم لتدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرف. بقى بولس اللي كان مجدف بقى أعظم كارث. البابا شنود عليه 13 رسل، كاتب 14 رسالة. ده مين ده؟ بولس الرسول. اتغير بولس بقى واحد تاني وغير العالم كله. بولس العالم كله غيره بكلامه. يقول لك فتنوا المسكونة. قداسة البابا شنود السادس ربنا ينال نفسه كان ليه عايز يقول لك ايه؟ انا ادوني خادم واحد بس زي بولس الرسول وانا اغزو به العالم كله. لا عايز ارسل كهنه ولا اصفار ولا حاجه خالص. خادم واحد بس زي بولس الرسول غير العالم كله عشان هو اتغير. طب ايه اللي غيرك يا بولس؟ الخلوه غيرته. واخدين بالكم؟ وانا وانت وانتي كلنا عندنا استعداد ان احنا نتغير من وحشتنا وحياتنا الذاتيه بتاعت زمان، واخدين بالكم، الى حياه افضل واجمل، واغير بيتي واغير كل الناس اللي حواليا. واخدين بالكم؟ من خلال الكتاب المقدس. عرفتوا اهميه الخلوه ايه؟ الخلوه وسيله لكي اعرف، لكي ادرك، لكي اتغير، لكي اغير منهم حولي. الخلوه وسيله لكي اعرف من هو الله، اعرف طرق الله، اعرف اراده الله في حياتي، اعرف قيمتي، اعرف احتياجي، اعرف ضعفاتي، اعرف وزناتي. ولما اعرف كل ده الخلوه تساعدني ان ادرك كل اللي انا عرفته مستنير عيون اذهاني، واخدين بالكم، واعيش الكلام بحياه. وحينما ادرك ذلك انا اتغير الى تلك الصوره عينها. ولما انا اتغير، افتكروا المثل بتاع بولس الرسول، من مجدف لانسان باش كارث ومبشر، اغير كل الناس اللي حواليا. ايليا النبي عمل كده. نختم بقى بيها عشان انا خلصت وقتي خلص. استاذنكم بس 5 دقايق كده. ايليا النبي عمل كده. زهقتوا؟ بجد؟ بتجاملوني ها؟ طيب ايليا النبي عمل كده. قال لك ايه؟ في الملوك الاول 17 18 19 اللي عايز يعرف عن ايليا كويس يعني. كان ماشي بربنا، يطلع لأخاب كده يقول له حي هو الرب الذي انا واقف امامه، انه لا يكون طل ولا مطر الا عند قولي. نهار حي هو الرب الذي انا واقف امامه. انت دايما بتحس انك واقف قدام ربنا؟ بتحس انك واقف قدام ربنا في كل خطواتك واعمالك وافعالك وافكارك؟ ربنا قدام عينك على طول. جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني لكي لا اتزعزع. مفيش مطر، الدنيا اتسدت خلاص. ربنا يقول له ايه بقى في الخلوه؟ اهرب يا ايليا الى نهر كريت وهناك هعولك بالغربان. حاضر يا رب. تعالى يا ايليا روح عند ارمله صرفه صيدا وانا هناك هعولك. حاضر يا رب. يموت ابن الست. يا رب انت جيت لي بس عشان تذكرني بخطيتي. صلي يا ايليا صلي. يموت يقوم الولد. تقول له المراه ايه؟ انا عرفت انك فعلا رجل الله. وبعدين الناس بتموت 3 سنين. اخاب كان ايام اخاب الملك، ملك اسرائيل، يقول للوكيل على البيت بتاعه راجل تقي اسمه عبيديا، يقول له ايه؟ يقول له يا عبيديا تعالى نلف نشوف شويه عشب هنا ولا هناك، البغال هتموت، الدنيا فقر، كل واحد يروح من طريق. وفي الاخر ايليا يظهر لعبيديا يقول له ايه؟ قل لاخاب ان انا هتراءى اليه. ليه كده؟ ربنا قال لي اقول كده. طب وبعد كده اروح اقول له يا سيدي ايليا وفي الاخر ياخدك روح الرب يحملك هنا وهناك واموت انا فيها؟ ده انا راجل غلبان. انبيائك خبتهم 100 نبي، خبتهم في المغاره 50 لان ايزابل مراته كانت عماله تدبح انبياء رب. قال له اسمع الكلام، في رساله من الله. انت يا اخي لما تعمل خلوه هتاخد رساله من ربنا وهتنفذها. يتراءى له إليه يقول له أأنت مكدر إسرائيل؟ قال له أنت اللي مكدر إسرائيل مش أنا. روح هات لي أنبياء البعل بتوعك كلهم وتعالى عند جبل الكرمل. جبل الكرمل دوت في إيه؟ اللي ممكن عارف الخريطة في شمال فلسطين على البحر كده. جاب 450 نبي وإيليا قال للناس إن كان الرب هو الله فاعبدوه، إن كان البعل هو. كل واحد فيكم يجيب عجل، أنبياء البعل وأنا هجيب عجل ونشوف ربنا هيقبل ذبيحتنا. اختصارا للوقت، استجبني يا رب استجبني. صلى ايليا وذبحته اتقبلت، وذبيحه طبعا التانيين ما اتقبلتش.
راح مسك أنبياء البعل كلهم وذبحهم 450 نبي. أزال الشر من بيت إسرائيل. يا بختك يا دي. ما هو عشان المطر ينزل شيل الشر من حياتك. عشان المطر ينزل شيل الخطية من حياتك. وفي الآخر يقول لك صعد إيليا وقال لأخاب إيه؟ اصعد كل واشرب لأنه حس دوي مطر. أنا سامع صوت مطر هيجي. في خير هيجي طالما الشر مشي. وفي جملة غريبة قوي آية ثالث يقول لك إيه؟ وذهب إيليا ووضع رأسه أو وضع وجهه بين ركبتيه. عارفين هو مش بيلعب يوجا، ولكن ده يدل على حاجتين. وضع وجهه بين ركبتيه وقال له غلامه اصعد على البحر وشوف في حاجة ولا لا. يقول لك الغلام راح 7 مرات ورجع، وفي الآخر المرة السابعة هو غيمة قصيرة قدر الكف في اليد، وقال له هي دي اللي هتنزل مطر. وفعلا كانت كاملة. الآية دي معناها إن هو إنسان كان نحيف جدا لدرجة إنه قدر يحط راسه بين ركبته، صح؟ الحاجة الثانية كان يستعد لكي ما يختلي بالله في صلاة عميقة قبل ما المطر ينزل. يصلي بانسحاق، يصلي في تركيز تام، بيفصل ذهنه طريقة يفصل بيها ذهنه عن كل اللي حوله. اتعلم يا أخي الخلوة، اتعلم القديسين، هي دي الخلوة. افصل نفسك تماما عن الواقع، تلاقي نفسك ربنا بيكلمك. وفي الآخر إيزابل لما لقيته موت ال 450 يبقى قالت له ده أنا هموتك زيهم وهذبحك زيهم. خاف إلي بشر بني آدم، جري عند جبل الله، جبل حوريب. جبل حوريب ده اللي هو جبل سانت كاترين في سيناء، يعني مشي مسافة طويلة من فوق لتحت بين البحر الأحمر والفرعين بتوعه. خاف إلي، ربنا قال له إيه؟ قال له لماذا أنت هنا؟ قال له يا رب خذ نفسي، موتي خير من حياتي، لأني لست أحسن من أبائي، هيطلبوني وأنا الوحيد اللي بعبدك. ربنا ما نفذش صلاة إليه لأنه ليه رسالة ثانية. قال له لماذا أنت هنا؟ وأنا قلت لك روح جبل حوريب، أنا بقول لك روح تسمع كلام، اشمعنى خفت ورحت؟ لماذا أنت هنا؟ يقول لك وجاء صوت فيه هبوب ريح وفي زلزلة وفي نار، ولكن ربنا ما كانش موجود. وفي الآخر وكان صوت خفيف منخفض جدا، ومن هنا سمع صوت ربنا. هو ده ربنا دايما كده، صوت خفيف منخفض جدا، تسمع صوته، هدي الصخب اللي حواليك، تليفونات، الضوضاء، تكست مسج، كل ده هدي عشان تسمع، تعرف تسمع صوت ربنا. هو ده صوت ربنا. قال له ايه بقى ربنا؟ قال له رسائل. قال له بص بقى، انت هتمسح حزائيل ملكا على أرام، وياهو ملكا على إسرائيل، كان أخاف طبعا الشرير، وهتمسح إليشع نبيا عوضا عنك. نفذ الثلاث الأوامر دي، سمع الرسالة ونفذها، وفاقد صعد بمركبة نارية، ما شافش الموت. لو ربنا حقق إرادة إيليا إنه يموت، كان نفذ الرسائل دي، كان سمع صوت ربنا الخفيف، كان طلع في مركبة نارية. إذا خليك واثق إن ربنا بيختار لك الخير، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. واخدين بالكم؟ هو ده ربنا الجميل. وختاما أختم إن أنا لما أجي أتوب وأعيش لربنا وأعرف من الخلوة إن ربنا أعطاني رسالة عشان أعيش بيها. واخدين بالكم؟ ناخد مثلا آية في أشعياء 58 اللي المفروض هنروح نقراه. كلنا هنروح، كل واحد هيقفل القطة هيعمل خلوة زي ما احنا قلنا كده، كلنا تمام. ويقرأ أشعياء 58 من أجل الخصومة والنزاع تصومون، هذا صوم اختاره، أنا متخاصم. طب أنا هغفر إزاي؟ أنت قلت يا رب اغفروا وأغفر لكم. تلاقي بقى مشاعرك وأفكارك بينك وبين نفسك تاخد وتدي، ربنا هيكشف لك ذاتك بقى. ما أنت طلبت الروح القدس ورنمت وصليت ومستني ربنا ينزل عليك بكلامه، مش كده؟ هغفر إزاي؟ يقول لك عشان تغفر فلان اللي تعبك ولا فلان اللي ضايقتك، أصلي وافتكر الصليب اللي غفر ومغفر. صلاة، وبعد كده أقر إقرار وأقول قرار وتصريف مشاعر. إيه ده؟ قلنا الصلاة. إقرار، أقر أنا إن إنسان خاطي زي فلان اللي تعبني،
احنا ملائكة بجناحات؟ ما بنغلطش؟ كلكم ما بتغلطوش؟ ده ايه البركة دي؟ معقول؟ كلنا بنغلط. كلنا بنغلط. إذا أنا لما أعرف إني خاطي ومحتاج لغفران زي أخويا، ساعتها إيه اللي يحصل؟ سهل إني أغفر له، إقرار. بعد كده آخد قرار إني أغفر لفلان. هو ده قرار؟ طبعا قرار. يقول لك كده في متى 18 30 يقول لك ولم يرد بل سلمه إلى القاضي. عارفين الآية بتاعت المثل بتاع الوكيل العبد والسيد اللي كان عليه ايه؟ عليه ايه؟ 500 دينار. ده انتوا طيبين قوي. والتاني والعبد زميله عليه كام؟ 50 دينار. لا رجعوها بقى في متى 18. لا مش كده. السيد غفر للعبد الدين بتاعه وقال له انا سبت لك الدين بتاعك، والعبد ده شكره قال له كتر خيرك، وطلع لقى عبد زميله قال له فين الدين اللي عليك؟ قال له مهندك. قال له لا، حطه في السجن. ايوه 100 دينار. والسيد 500. مين يزود؟ 30,000. شفتوا احنا مش بنركز. لو نيجي نركز في كلام الكتاب هنفهم دورهم. بصوا كده يقول لك ايه؟ كان مديون له ب10,000 وزنه. والوزنه بتساوي كام؟ تيجي تشوف دوروا كده في الصفحه اللي ورا بتاعت المكاييل والوزنات. 100 شقل. لا، الوزنه بتساوي 6,000 دينار. يعني 10,000 وزنه في 6,000 دينار يعني 60,000. 60 مليون دينار. يا خبر ابيض. السيد غفر للعبد 60 مليون دينار. ويقول لك يوسف المؤرخ وقتها ان 60 مليون دينار دول كانوا ميزانيه مصر، دوله عظمى. ما رضيش يسيب له كام بقى؟ 100. شفتوا الفرق؟ ده وحش قوي. ايه ده يا راجل؟ ده انت الراجل سيدك ساب لك 60 مليون وانت 100 دينار مش قادر تسيبها. احنا كده. شفتوا احنا ديننا العبد ازاي؟ صدقوني كلنا كده لما مش بنغفر لاخواتنا. المسيح على الصليب دفع دين عظيم ما حدش يقدر يدفعه، وانا بمسك لاخويا اللي عمله فيا. صلاه من اجل الغفران، ثم اقرار اني خاطئ، ثم قرار اقر اني لازم اغفر له، ثم تصريف مشاعر. اصرف مشاعري بطريقه من الاثنين. طريقه زي يوسف الصديق لما قال لك ايه؟ لما اخواته ظلموه ورجعوا له هو الرجل الثاني في مصر، طلب مكانا ليبكي ودخل وبكى، وبعد كده طلع ابتدى يغفر لهم يسامحهم. احنا كبشر محتاجين نعمل كده. صرف مشاعر الغضب والحقد والغيره بطريقه زي كده. طريقه ثانيه، تمسك جواب، تكتب جواب لفلان اللي انت زعلان منه، واكتب كل حاجه مضايقاك منه، واكتب كل اللي في قلبك، بس اوعى تديهوله بقى تخرب الدنيا. ها، وقف قدام الصليب وقول يا رب زي ما انت قطعت سطل خطاياي انا بقطع سطل خطايا اخويا. طريقه جميله صرفت بيها مشاعري، مش كده؟ طريقه ثالثه في تصريف المشاعر العتاب. بس قبل العتاب ايه هدف العتاب؟ عرفه انه غلطان يبقى هتخسر اخوك. هدف العتاب ان هو اخويا وجسدي ومش عايز اخسره، ممكن تكسبه. اعاتبه ازاي؟ بطريقه من الاثنين، طريقه السيد المسيح وطريقه الست العذراء. انا خلاص خلصت عشان الناس الذهن. طريقه السيد المسيح ان زي مثلا لما كان بيقول خادم كنيسه افسس، قال له ايه؟ قال له انا عارف اعمالك وصبرك وتعبك وانت جميل وحلو وبتصبر، بس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وضوء. انا عارف برضو انك حلو وجميل وبتبغض اعمال المقوين اللي انا ببغضها. وكأن المسيح بيقدم له عتاب صغير في وسط بوكيه ورد من الفضائل. يا سلام، يقبل العتاب ساعتها. انما ايماء بالاصبع انت عملت وانت مش عارف ايه، مش عارف. طريقه عتاب. طريقه عتاب الست العذراء. سيد المسيح لما كان في الهيكل وغاب عنهم وهو عنده 12 سنه، رجعت قالت له ايه؟ انت غلطت واديته قلمين؟ قال له يا ابني هو ذا ابوك وانا كنا معذبين من اجلك. يا حبيبي انا معذب ان انا مخصمك، عايز اصالحك عشان اعرف اصلي. يا سلام، طريقه جميله خالص. اذا عشان اغفر محتاج اصلي، اقر اقرار، اخد قرار، اصرف مشاعري، يا اما تصريف المشاعر بمكان لابكي فيه،
يا إما بجواب أو بعتاب على طريقة السيد المسيح أو الست العذراء. وربنا كل لها المجد دائم إلى الأبد. أمين. أنا بعتذر أن أنا طولت عليكم.